لاعب دولي محترف في الدوري المصري، بس هو مش مصري، عنده 25 سنة ونجم في خط وسط نادي بتروجيت. قصة حامد حمدان كاملة، صفقة الزمالك المرتقبة والمثيرة في الفترة الحالية، هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله، وأخبار تانية كتير تخص نادي الزمالك، وفي خبر حلو في نهاية الحلقة للزملكاوية. تابعوني ويلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، عشاق الساحرة المستديرة ومحبين استوديو الكابتن. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو الكابتن. النهاردة هنتكلم في مواضيع مثيرة وكانت شغلة الساحة الرياضية الفترة الأخيرة. أولهم اللي الناس كلها منتظرة تعرف تفاصيل الكابتن حامد حمدان ونادي الزمالك. طيب، كابتن حامد حمدان ونادي الزمالك، عشان نشرح الموضوع بشكل تفصيلي والناس تكون على وعي وعارفه ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك وقصه الصفقه ديت كانت ماشيه ازاي. في بدايه الموسم الزمالك طلب حامد حمدان من بتروجيت. بتروجيت كان ممانع علشان قال ان انا وضعي في الدوري مش احسن حاجه، فهستنى الموسم الجديد علشان نشوف وضعي في الدوري، ولان حمد حمدان من القوام الاساسي للفريق فمش هينفع استغنى عنه في الفتره ديت. وساعتها كان اللاعب بيضغط على مجلس اداره بتروجيت باي شكل ان هو ينتقل لنادي الزمالك، وفي الاخر استقروا على ان اللاعب هيكمل، ولو هينتقل لنادي الزمالك هينتقل في نص الموسم اللي هو في الانتقالات الشتويه اللي جايه. تمام. نادي الزمالك على تواصل تام بإدارة بتروجيت وحامد حمدان من بداية الموسم لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. مفيش أي مشكلة خالص ولا في أي تراجع من الزمالك للصفقة، بل بالعكس، الزمالك وبتروجيت واصلين لمرحلة أخيرة في صفقة حامد حمدان. ولكن جد جديد في الصفقة. جد جديد في الصفقة ايه هو؟ دخول نادي الاهلي ودخول نادي بيراميدز ودخول نادي سيراميكا كليوباترا. 3 أندية مصرية طلبوا اللاعب من إدارة بتروجيت. بالمناسبة المبلغ اللي عرضه النادي الأهلي والمبلغ اللي عرضه بيراميدز أعلى من المبلغ اللي عرضه نادي الزمالك. نادي الزمالك مقدم عرض هو أعلى من نادي سيراميكا فقط، فإذا نادي سيراميكا بنسبة كبيرة هو مستبعد أصلا من صفقة حامد حمدان. يبقى احنا بنتكلم عن اهلي وزمالك وبيراميدز. طيب، اداره بتروجيت يهمها ان هي تكسب من اللاعب، يهمها ان هي تحقق اكبر استفاده من اللاعب، تبيع اللاعب باعلى رقم عشان خاطر يستفاد. ولكن تمسك اللاعب بنادي الزمالك حاطط اداره بتروجيت تحت ضغط، واتفاق بتروجيت مع نادي الزمالك حاطط بتروجيت تحت ضغط برضو ان هم يوافقوا يكملوا مع نادي الزمالك الاتفاق بتاعهم في انتقال حامد حمدان لصالح نادي الزمالك. وبالمناسبه في بالفعل عقد ثلاثي ما بين الزمالك وبتروجيت في حامد حمدان. يعني هم واصلين لمرحله صياغه العقود. الصفقه ما بين الفرقتين في مرحله صياغه العقود، ولكن دخول الاهلي وبيراميدز في الوقت دوت اربك شويه بتروجيت. طب هي دي المشكله؟ يعني هي دي المشكله في انتقال صفقه في اتمام صفقه حامد حمدان لنادي الزمالك؟ اقول لك لا، مش هي دي المشكله خالص. امال المشكله ايه؟ المشكله في ايقاف قيد نادي الزمالك. اللي مخوف حامد حمدان ان الزمالك ما يقدرش ان هو يحل مشكله ايقاف القيد قبل الانتقالات الشتويه مع تمسك اللاعب بالانتقال للزمالك. يعني حامد حمدان متمسك لحد اللحظه ديت بالانتقال لنادي الزمالك رغم ان المبالغ اللي جايه له من اهلي وبيراميدز اعلى من اللي جايه له من نادي الزمالك. ولكن في مسؤولين في نادي الزمالك تواصلوا مع حامد حمدان مباشره وطمنوه ان مشكله ايقاف القيد سيتم حلها اثناء النصف الاول من شهر 12.
اثناء النصف الاول من شهر 12 سيتم حل مشكله ايقاف قيد نادي الزمالك. بعد الوقت ده، بعد ما الزمالك يدفع الفلوس اللي عليه وبعد ما ايقاف القيد يتفك، يقدر حامد حمدان ينتقل لنادي الزمالك بمنتهى السهوله. ودي العقبه الوحيده اللي موجوده في صفقه حامد حمدان ونادي الزمالك. ده ملخص للوضع كله لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي حامد حمدان داخل نادي الزمالك، واللي هيمنعه من دخول نادي الزمالك وان هو يمضي، هو بالمناسبه ما مضاش، يعني لسه حامد حمدان ما مضاش، ولكن الحاجه الوحيده اللي هتمنعه مش العروض اللي متقدمه من الاهلي وبيراميدز، اللي هيمنعه هو ان نادي الزمالك ما يقدرش يحل مشكله ايقاف القيد. طيب، كلام جميل. كابتن احمد عبد الرؤوف، يعني كابتن احمد عبد الرؤوف مكمل في نادي الزمالك، هيكمل اول ماتشين في الكونفدراليه ومباراه سموحه في الدوري المصري لو مش هتتاجل. طيب ليه نادي الزمالك عمل كده واجل رحيل الكابتن احمد عبد الرؤوف؟ نادي الزمالك اجل رحيل الكابتن احمد عبد الرؤوف لان نادي الزمالك دلوقتي عنده مشكله ايقاف القيد. دي اولويه اولى في نادي الزمالك، ان هي المشكله ديت لازم تتحل. تاني حاجه هيجي بعد مشكله ايقاف القيد ان نادي الزمالك يبدا يتعاقد مع لعيبه ويبدا يتعاقد مع مدرب، مع العلم ان اثناء الفتره دي او بعد الفتره دي، بعد فتره الماتشين بتوع الكونفدراليه وماتش سموحه في الدوري، هيحصل توقف دولي طويل. اثناء الفتره دي الزمالك هيستغلها واجل اعلان المدير الفني من الفتره الحاليه والتوقف الدولي القصير الحالي دلوقتي للتوقف الدولي الطويل اللي جاي، علشان يحل مشكله القيد وبعدين يدي فرصه ومساحه للمدرب الجديد اللي جاي. ولكن كابتن احمد عبد الرؤوف مش هيكمل في نادي الزمالك، مش هيكمل الموسم في نادي الزمالك. والاختيار من البدايه خالص اختاروا كابتن احمد عبد الرؤوف ان هو يكون مدرب مؤقت لنادي الزمالك لحين التعاقد مع مدرب جديد. ولكن نظرا للظروف الحاليه مفيش امكانيه ان الزمالك يتعاقد مع مدرب جديد، لذلك تم تاجيل رحيل كابتن احمد عبد الرؤوف. امبارح والله انا شفت خبر، انا فرحت، يعني انا شفت الخبر، عقوبات السوبر. اتحاد الكوره نزل عقوبات السوبر. طب واحد يقول لي انت فرحت ليه؟ ده نادي الزمالك اتغرم ب 250,000. يعني وهو اصلا يعني نادي الزمالك ظروفه اليومين دول صعبه. لا انا فرحت عشان خاطر في جدل كبير جدا وفي كلام بيتقال كتير جدا في الموضوع دوت. القصه بتاعت مشكله زيزو وهشام نصر، والقصه بتاعت خوان بزيرة ووزير الشباب والرياضه. ويعني الكلام انتشر والكلام بقى كتير، والموضوع لو كان طول على كده كان هيبوخ، يعني كانت الامور ما تعرفش ممكن توصل لحد فين. فنزول العقوبات بتاعه السوبر معناها انهاء القصه تماما، والقصه اتقفلت. الزمالك اتغرم ب 250,000 جنيه، 100,000 جنيه ماتش بيراميدز، 100,000 جنيه في ماتش الاهلي، و50,000 جنيه لاخوان بزيره. والاهلي اتغرم ب 150,000 جنيه، 100,000 جنيه في ماتش الزمالك، و50,000 جنيه لاحمد سيد زيزو. وانتهت القصه على كده. اتمنى ان ما حدش يتكلم فيها تاني، واتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك يركز في اللي جاي افضل بكتير جدا من ان هو يهتم بحاجات زي كده. طيب، عندنا المستشار القانوني لنادي الزمالك. المستشار القانوني لنادي الزمالك امبارح قال خبر ان ارض اكتوبر، الارض بتاعه اكتوبر، موقف الزمالك فيها سليم بنسبه 1,000,000%. بالفعل تم تقديم اوراق ومستندات بتثبت صحه الموقف القانوني لنادي الزمالك. فالمستشار القانوني لنادي الزمالك بيطمن الجمهور وبيقول ان موقف نادي الزمالك سليم، وبيوعد، او يعني مش بيوعد، لان الموضوع برضه يعني الموضوع دلوقتي في ايد القضاء. هو بيطمن جمهور الزمالك ان ارض اكتوبر ان شاء الله هترجع تاني، والمشكله هتتحل والامور هتمشي بشكل طبيعي. بس هنعرف نتيجه ده في شهر 12 اللي جاي،
نتمنى ان شاء الله ان مشكله ارض اكتوبر تحل نادي الزمالك، لان دي هتحل مشكله جامده جدا وهتعالج، يعني هي هتعالج مشاكل موجوده حاليا، وفي نفس الوقت هتوقف الزمالك على رجله وهتديله وضع كويس جدا يقدر بعد كده ان هو يعني الامور تمشي فيه بشكل كويس. اخر حاجه هنتكلم عليها ودي الحاجه الكويسه، الحاجه الحلوه الى حد ما، الخبر الحلو النهارده اللي معانا ان نادي الزمالك قرر ان هو يعمل ابلكيشن على الموبايل رسمي خاص بنادي الزمالك. طب واحد يقول لي يعني هي مشاكل النادي كلها هتتحل لما الزمالك يعمل ابلكيشن؟ اكيد لا، بس الحلو في الموضوع ان اداره نادي الزمالك فكرت في فكره خارج الصندوق، فكرت في حاجه يعني خارج الصندوق هتساعد. هي مش هتحل مشكله الزمالك، يعني هي هتساعد في حل مشكله الزمالك على المدى الطويل. ان الابلكيشن ده زي مشروع استثماري هيدخل فلوس لنادي الزمالك، وهي فكره جديده علينا، يعني فكره ان نادي يعمل الابلكيشن دي يعني تقريبا ما سمعناش عنها. الحلو في الموضوع زي ما قلت لكم ان نادي الزمالك بيفكر خارج الصندوق، وده اللي مطلوب من مجلس الاداره، يعني مطلوب من مجلس الاداره ان هو يفكر في الحلول اللي موجوده يعني قدامه. يعني نادي الزمالك فيه على الترابيزه مشاكل، بس انت تفكر في حلول خارج الصندوق في المشاكل دي هتقدر تساعدك عليها ان انت تخرج من الازمه. زي ما قلنا الحاجه الوحشه بتاعه ان اداره نادي الزمالك فكرت وشغلت بالها بمشكله زيزو، وهو ما ينفعش اصلا ان اداره نادي الزمالك تعمل حاجه زي كده. برضو بنقول لما بنشوف حاجه كويسه بنقول عليها ان احنا عايزين ده، وعايزين المجلس يستمر على التفكير ده عشان نقدر نعدي المرحله اللي جايه ان شاء الله. وبكده يكون انتهينا من الحلقه. انا كنت مستمتع جدا ان انا موجود معاكم النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير.